السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كلنا تقريبًا كده وإحنا صغيرين كنا لمّا بنتجمّع في نهاية الأسبوع كانت أمهاتنا كلنا أو يعني معظمنا بيعملوا لنا صينية المكرونة باللبن المسكّرة، كان طعمها في منتهى الجمال في أيام الشتوية، والعيلة كلها تاكل منها والصينية تخلص على طول. هنعملها النهارده بطريقة سهلة وبطريقة أمي، طريقة حلوة أوي، وإن شاء الله إن أنتم لمّا تجربوها هتعتمدوها بإذن الله، وكمان هتدعوا لي على الوصفة الحلوة دي. وتعالوا بينا كده نرجّع أكلات زمان. لو أنتم لسه أول مرة تشوفوني، أنا اسمي فريدة ودي قناتي، اعملوا لايك واشتراك ويالّا بينا نشوف الوصفة الحلوة دي حضّرناها إزاي. أول حاجة في حلة على النار أنا بانزل فيها ب2 لتر من المَيّة وباغليهم كويس أوي، بعد ما بتغلي بانزل عندي تقريبًا بنُص معلقة صغيرة من الملح، وممكن كمان ربع معلقة يعني حاجة بسيطة تمام، وهنا هاستعمل معايا كيس مكرونة اللي هي الأقلام وزنها كان 400 جرام، ممكن تزودوا المقادير لو أنتم حابين، لو هتزودوها ضاعفوا كل حاجة أنا هاقول لكم عليها ل2 تمام كده. باخد المكرونة بتاعتي تقليبة وباسيبها لمدة ربع ساعة تغلي كويس أوي يا جماعة، إحنا عاوزينها تغلي حلو بس في نفس الوقت ما تعجنش لدرجة إن هي تتقطع معايا في المَيّة، تمام. المكرونة بتاعتي اتسلقت كويس أوي، باخدها كده تقليبة قبل ما ارفعها من على النار عشان أتأكد إن كلها سواها واحد، وتحسوا شوية إن منسوب المَيّة قَل وده لإن المكرونة امتصت شوية مَيّة حلوين. هاخدها بقى كده واصفيها بمصفى واديها شطفة بمَيّة باردة. الصينية اللي باسوي فيها المكرونة بتاعتي باحطها على البوتاجاز على نار متوسطة، لا هي واطية أوي ولا عالية أوي، وبانزل فيها بمعلقتين كبار من السمنة البلدي عشان يودّي طعم المكرونة بتاعتنا في حتة تانية. لو ما عندكوش سمنة تقدروا تحطوا أي نوع سمنة عندكم مش لازم بلدي، بس البلدي بيدّيها نكهة حلوة أوي. بعد لمّا السمنة بتاعتي بتدوب كده وبتسخن باطُش فيها على طول المكرونة بتاعتنا، تمام، بعد ما صفيتها كويس واديتها شطفة بمَيّة باردة. ناس هتقول ما تشطفوهاش عشان تفضل محتفظة بالنشا، مهما غسلتوها يا جماعة ما تقلقوش، هي أصلًا المكرونة عبارة عن نشا، فما تقلقوش هتتماسك معانا وتربط وهتبقى زي الفل كمان. باخدها بقى تشويحة كده محترمة في السمنة البلدي، بافضل أقلِّب فيها كده لمدة مثلًا ما تقلِّش عن 10 دقايق تمام، هتحسّوا شوية إن لونها بيختلف، هتحسّوا بصوت أو هتسمعوا صوت طرقعة، ده طبيعي كل ده، المكرونة مش هتتحروق ولا أي حاجة، المهم إن أنتم تفضلوا تقلِّبوا فيها. التشويحة في السمنة البلدي دي بتخلّي المكرونة بتاعتي طعمها في منتهى الجمال، وكمان في نفس الوقت وأنتم بتاكلوها مش هتحسّوا إن أنتم بتاكلوا حاجة معجنة خالص. بعد كده هانزل عندي بكوباية إلا ربع من السكر، ممكن تحسّوا إن السكر كتير بس هو كان بجد مضبوط مش كتير ولا أي حاجة، ممكن تزوّدوا لو أنتم حابين وممكن تقللوا برضه لو أنتم حابين، تمام كده. وباقلّب بقى السكر مع المكرونة لمدة 10 دقايق تانيين، في الوقت ده السكر بتاعي هيدوب كويس أوي والخطوة دي بتنقل بقى طعم المكرونة في حتة تانية، السكر بيتكرمل مع المكرونة وكلّهم كده بياخدوا من طعم بعض، مع طبعًا السمنة البلدي. هانزل بمعلقتين كبار من الزبيب ومعلقتين كبار من جوز الهند أو معلقة كبيرة من جوز الهند، زي ما أنتم حابين الكمية هنا، بس حاولوا ما تزودوش شوية في جوز الهند عشان وأنتم بتاكلوها ما تحسوش إن هي بتقف شوية في الزور. قلبوه برضه كده كويس أوي مع المكونات. هنا بقى هانزل عندي باللبن، اللبن يكون عادي لو من التلاجة أو يكون بحرارة الغرفة ما فيش مشكلة خالص، اللبن كانت كميته لتر ونُص تمام كده. انزلوا بكمية اللبن دي وما تقلقوش خالص، واللبن لو هو كتير وحلو هتعمل معاكم وِش، لو أنتم سويتوها في فرن البوتاجاز ما تقلقوش خالص تمام. ما تبخلوش في كمية اللبن عشان النتيجة بتاعتها تكون حلوة. أول ما باضيف اللبن بقى باخدها تقليبة كده وباخدها على طول أحطها في فرن البوتاجاز على نار تكون عالية درجة 220 مثلًا، شوفوا أعلى نار عندكم في فرن البوتاجاز وحطوا فيها المكرونة بتاعتكم. عاوزة أقول لكم إن أنا ما فتحتش عليها الشواية من فوق من سخونية الفرن حمّر الوش بتاعها كده، ما تسووش المكرونة بتاعتكم على البوتاجاز من فوق، لإن هي لو اتعملت على البوتاجاز من فوق شوية وبعد كده حطيتوها في الفرن استحالة تعمل الوش اللي أنتم شايفينه ده، تمام. أنا دايمًا الطريقة دي معتمداها وبرضه ما تقللوش اللبن عن الكمية دي.
خلاص الوش كده؟ هيتحمّر وهتحسّوا إن هي لسه فيها لبن، لو حسيتوا بعد ما الوش اتحمّر ولسه فيها كمية لبن سيبوها عادي لحد لمّا تمتص كل اللبن اللي موجود. ممكن بقى بعد ما تاخد الوش الجميل ده تحطوها على البوتاجاز من فوق بدون تغطية، ما تغطّوهاش عشان الوش بتاعها ده ما يطراش أو يبهت كده من البخار، تمام، سيبوها مكشوفة وحطوها على نار البوتاجاز عادي خالص. ركّزوا يا جماعة في اللي أنا باقوله ده عشان تطلع معاكم النتيجة زي ما أنتم شايفين كده. عاوزة أقول لكم بقى ريحتها وطعمها وشكلها رجعني لأيام زمان، أيام ما كنا كده في بيت العيلة. باسلِّك الجناب وباسيبها لحد لمّا تهدى بس لإن هي بتكون سخنة أوي، عشان لو أنتم حابين إن أنتم تطلّعوا الخرطة كده على بعضها مضبوطة. أمّا لو عادي مش فارق معاكم خرطة أو كده فقطّعوا على طول وكلوا بألف هنا لكل اللي هيجربها. شوفوا بقى شكل القطعة عامل إزاي مضبوطة، طبعًا سِبتها لحد لمّا تهدى مدة 10 دقايق بس مش أكتر من كده، تمام، وبعد كده قطّعتها على طول. عاوزة أقول لكم كمية اللبن فيها كانت حلوة ومضبوطة أوي، لا كانت كتيرة ولا كانت قليلة، كانت حلوة كده زي ما الكتاب بيقول. المكرونة مع إن اللبن بتاعها مضبوط وحلو وعاملة الوش الجميل ده، المكرونة وإحنا بناكلها تحسوا إن هي كده مفلفلة وما هياش معجنة خالص في بعضها ولا لازقة في بعضها زي مكرونات كتير أكلتها قبل كده، تمام، لذيذة بشكل ما تتخيلوهاش. أتمنى إن شاء الله إن أنتم تجربوها، ولو أنتم وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش أتمنى إن شاء الله إن أنتم تشتركوا. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.